3 ساعات قاعدين بتحققوا مع الولا، ليه هو الولا عمل ايه على كل ده عشان تحققوا معاه 3 ساعات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كده بدايتنا نحب نصلي ونسلم على سيدنا محمد اللي هيشفع فيا وفيك، وما تنساش الدعاء لاخواتنا الموجودين في فلسطين، ربنا ينصرهم على العدو اللي عندهم، قادر يا كريم وعن قريب ان شاء الله. وخلينا نتكلم عن الموضوع اللي حصل النهارده، في الموضوع بتاع احمد فتوح والتحقيق اللي حصل معاه جوه نادي الزمالك. مبدئيا كده انا حابب اقول لك ان انا امبارح بس اختلط عليا الامر ان فتوح راح التحقيق وادلى بالكلام اللي احنا قلناه في الحلقه بتاعت امبارح، لكن اللي حصل ان فتوح ما راحش التحقيق، وان الكلام اللي احنا قلناه امبارح ده كان الكلام اللي داير ما بينه وما بين الوكيل بتاعه احمد يحيى. لكن خلينا اقول لك بقى القصه كامله، هو ليه احمد فتوح ما راحش التحقيق بتاع امبارح. في ناس كتير اتكلمت وقالت ان احمد فتوح ما راحش التحقيق بتاع امبارح علشان هو خلاص كده بيقطع علاقته مع نادي الزمالك، وان خلاص اللاعب مش ناوي يكمل مع نادي الزمالك. الكلام ده غير صحيح على الاطلاق. الكلام الصح بقى ان احمد فتوح ما راحش التحقيق بتاع امبارح ده لسبب واحد، بسبب ان هو قابل شخص ما اسمه هاني شكري، وقال له ان هو هيخلص كل المواضيع ديت وكل موضوع التحقيق ده في قعده وديه مع مجلس الاداره بتاع نادي الزمالك، وان هو مش مطالب ان هو يروح حاليا، وان الكلام كله خلصان مع هاني شكري. والقعده ديت كان فيها مين كمان؟ كان فيها عمرو الجنايني. وده كان السبب الوحيد لعدم وجود احمد فتوح في التحقيق امبارح مع الاثنين التانيين مصطفى الزناري ومحمد صبحي، اللي كانت عمل لهم تحقيق امبارح بسبب خروجهم قبل المباراه بتاعه زد. لكن خلينا واحده واحده بقى اسرد لك اللي حصل في التحقيق النهارده بالدور كده، هتلاقي فيه شويه مفاجآت. مبدئيا انت خرجت ليه من المعسكر يا فتوح؟ نفس الكلام اللي انا قلته لك امبارح هو اللي حصل في التحقيق النهارده. انا خرجت من المعسكر علشان كنت جعان. طب كنت جعان؟ ما في يا ابني اكل في الاوتيل موجود. لا يا حبيبي، الاوتيل ما كانش فيه اكل لان المطعم بتاع الاوتيل كان مقفول. طب هو ينفع برضه يا فتوح تخرج من غير اذن مدير الكوره اللي موجود معاكم في المعسكر؟ قال له يا سيدي الراجل كان نايم او كان وارد انه يكون نايم، انا ما رضيتش ان انا ازعج حد، والمطعم اللي انا كنت رايحه اصلا كان قريب من مكان الفندق، وما كانش الموضوع مستاهل ان هو يكبر كل ده ويخش في تحقيق وعرض للبيع والقصه الكبيره دي. وللعلم برضه يا جماعه الراجل ابدى ان هو فعلا غلطان في حاجه زي اللي هو عملها دي، وابدى فعلا غلطه. وقال لك كمان ان انا ما عنديش اي مشاكل ان انا اجدد مع نادي الزمالك بشرط ان انتوا تجيبوا لي الفلوس بتاعتي القديمه اللي من الموسم اللي فات اللي انا ما خدتهاش لحد دلوقتي. وقال كمان على شويه حاجات بقى، هي دي المفاجاه اللي انا هكلمك عليها دلوقتي. قال لك ما عادي، ممكن في ناس كتير بتخرج من المعسكر وحصل قبل كده، زي مثلا ماتش اسوان بتاع السنه اللي فاتت اللي الزمالك خسره في ملعب اسوان، واللي حصل ان كان في معسكر في مدينه اسوان، وان شيكابالا خرج ليله الماتش عادي جدا وراح جاب لهم فسيخ ورنجه، وقضى كمان الليله مع اهله بره المعسكر، ومحدش حاسب اللاعب لحد النهارده. بالاضافه كمان ان الجهاز الطبي والجهاز الاداري اللي موجودين جوه الجهاز الفني لنادي الزمالك ساعات بيخرجوا، مثلا الجهاز الطبي يقول لك مثلا عندي عياده، والجهاز الاداري مش عارف انا ابني مثلا جرى له ايه ولا عندي مصلحه ايه. فخروج اي حد من المعسكر ده موضوع مش جديد على الجهاز الفني لنادي الزمالك، ومحدش اتكلم في القصه دي قبل كده. اشمعنى دققتوا معانا احنا الثلاثه يعني؟ واحب اقول لك يا صديقي المشاهد ان دلوقتي الموضوع بتاع التحقيق اللي مع فتوح ده هيجيب ناس كتير من وراه، والليله المفروض ان هي هتكبر شويه، لان كان في مخالفات كتير جدا سواء مع المجلس اللي فات اللي هو بتاع مرتضى منصور، او مع المجلس اللي كان موجود في الفتره الانتقاليه قبل الانتخابات اللي حصلت وانتخبوا فيها المجلس الحالي اللي ماسك رئاسه مجلس اداره نادي الزمالك. طب يا عم فتوح انت طلباتك ايه علشان تجدد مع نادي الزمالك؟ قال لهم انا طلباتي اللي انا قلتها لكم قبل كده مفيش فيها اي جديد. انا طلباتي ان انا يدفع لي الفلوس القديمه بتاعتي اللي المفروض ان هي من مستحقاتي، وكمان اخد مقدم تعاقد جديد عشان اجدد معاكم مع نادي الزمالك، وكمان اتساوى بالنجوم اللي موجودين فئه اولى في الفريق. ومش هقول لك يا سيدي كمان ان انا اتساوى معاهم زي احمد سيد زيزو مثلا، لا انا هاخد اقل منه بشويه زي ما انا اتكلمت معاكم قبل كده، وزي ما انتوا وعدتوني قبل ما تنجحوا في الانتخابات بتاعتكم. فبصراحه من وجهه نظري انا شايف ان هي طلبات مشروعه بالنسبه للاعب، لان اللاعب ما خدش ولا مليم من مستحقاته من سنه ونص فاتوا. بس عموما في النظره الفنيه للموضوع اللاعب ابدى ان هو كان غلطان فعلا في اللي عمله ده، والمفروض ان هو كان يبلغ مدير الكوره بخروجه. لكن ملف التجديد لحد دلوقتي ايه اللي فيه وايه اللي هيحصل فيه؟ انا ممكن اقول لك حاجه تخيليه للي ممكن يحصل في نادي الزمالك الفتره اللي جايه. لو اتكلمنا مثلا على موضوع احمد فتوح والتجديد بتاعه مع نادي الزمالك والمبالغ الفلكيه اللي هو طالبها، هنلاقي ان نادي الزمالك مش هيقدر ان هو يدفع المبالغ اللي طالبها احمد فتوح، نظرا لان المجلس الجديد الحالي اللي موجود في نادي الزمالك عايز يقلل الرواتب اللي موجوده في الفريق شويه. بالاضافه كمان ان بنسبه تتعدى ال 95%، طبعا مش 100% لان وارد يحصل حاجه جديده، لكن بنسبه تتعدى ال 95% احمد سيد زيزو خارج نادي الزمالك في يناير اللي جاي، او بالكتير في الصيف اللي جاي هيطير على الخليج. بس في معلومه صغيره انا حابب ان انا اقولها لكم برضو، ان في الارصده بتاعت نادي الزمالك تم رفع الحجز عنها، واصبحت دلوقتي الاذرع الماليه بتاعت نادي الزمالك حره، ويقدر ان هو يتصرف في التحويلات والكلام ده واللازم منه يعني. وموضوع رفع الحظر عن الارصده بتاعت نادي الزمالك من البنوك هيساعد الزمالك بشكل كبير قوي ان هو يفوق من الكومه اللي هو فيها، وممكن يحقق بعض الاستقرار جوه النادي. هنسيب نادي الزمالك شويه وهنروح على النادي الاهلي. في خبر طلع امبارح من
بجانب ابراهيم فايق قال لك فيه ان تم اقاله خالد بيبو من اداره الكوره في النادي الاهلي. مبدئيا كده الكلام ده عاري تماما عن الصحه، والكلام ده ما حصلش. ولو تفتكر من كام يوم ان انا كلمتك في اللجنه بتاعه التخطيط اللي تم اجتماعها مع كولر عشان مناقشه اسباب الخروج من دوري السوبر الافريقي وكمان اسباب خساره بطوله السوبر الافريقي امام اتحاد العاصمه الجزائري، هتلاقيني قلت لك كمان ان الكلام ده كله حصل قدام كولر، وكولر كان موجود في وسط القعده اللي حصلت دي او وسط الاجتماع اللي حصل، وان تم مناقشه كل المشاكل اللي كانت موجوده في الفريق الفتره اللي فاتت. وقال يعني ان كولر قال ان خالد بيبو هو السبب في الخساره من سان داونز وخروج الفريق من بطوله دوري السوبر الافريقي. طبعا الكلام ده ما حصلش، ولا حتى كولر طلب عوده سيد عبد الحفيظ زي ما ابراهيم فايق قال امبارح. بس تعالى اكلمك في وجهه نظري في القصه دي. هو فين الرقابه اللي على الكلام اللي بيتقال في التلفزيون؟ فين الرقابه اللي ممكن تمنع اي كلام اتقال في التلفزيون او تعاقب اي حد قال كلمه معينه وتطلع غلط بس عشان تعمل بلبله؟ المفروض انت اعلامي، المفروض ان انت عندك فريق عمل بيراجع الاخبار ديت قبل ما يقولها لك عشان تطلع تقولها في الاعلام. ما ينفعش تطلع لوحدك كده وتقول اصل في الحاجه الفلانيه حصلت في النادي الفلاني ولا حاجه فلانيه تانية حصلت في النادي العلاني، والكلام ده ما حصلش نهائي. عموما مجلس اداره الاهلي ما ردش تماما على الموضوع ده وساب الموضوع كده للجمهور علشان يرد على ابراهيم فايق في القصه دي. يا ريت يا استاذ ابراهيم لما تبقى طالع على التلفزيون تتكلم في حاجه معينه تبقى تتحرى الدقه شويه من الكلام اللي انت بتقوله. وبعدين انا عايز اسال سؤال معين كده، هو ليه يتم اقاله خالد بيبو من منصبه وليه سيد عبد الحفيظ يرجع للمنصب بتاعه من جديد؟ مبدئيا كده يا جماعه سيد عبد الحفيظ مش هيرجع نهائيا للنادي الاهلي الموسم ده. وحاجه كمان حابب اضيفها لك، هو ليه يتم اقاله خالد بيبو من منصبه؟ هو الراجل انا شايف ان هو ضعيف الشخصيه شويه مع اللاعبين، مش بنفس القوه بتاعت سيد عبد الحفيظ، لكن هو برده الراجل ما غلطش في حاجه لحد دلوقتي ولا يتحمل اي خساره حصلت للنادي الاهلي في اي بطوله لعبناها الموسم ده. بل بالعكس احنا لو بصينا مثلا على قفشه بعد التبديله بتاعته في ماتش المقاولين ولما خرج متعصب على قرار المدير الفني مارسيل كولر، لقينا ان العقوبه اللي نزلت على قفشه من جانب خالد بيبو بدل ما هي 150,000 زي ما اللائحه بتقول، لا هو بقى 250,000. ونسيت اقول لك حاجه صغيره كده، ان مارسيل كولر لما قعد مع اللجنه بتاعه التخطيط قال لهم ان هو عايز يزود صلاحيات خالد بيبو، مش عايز يقيل الراجل ويرجع سيد عبد الحفيظ زي ما فلان ولا علان قال. فيا ريت بس نركز شويه في الكلام اللي احنا بنقوله يا جماعه، لان الكلام ده ممكن يعمل بلبله جوه النادي ويعمل لنا مشاكل في بطولات جايه بعد كده. نرجع تاني بقى على نادي الزمالك وموضوع المدرب اللي قالب الدنيا حاليا جوه نادي الزمالك ما بين محلي او اجنبي. زي ما قلت لك ان اقرب محلي موجود واحسن مرشح فعلا موجود جوه نادي الزمالك حاليا هو حسام حسن محليا، لكن موضوع الاجنبي حاليا منقسم ما بين ثلاثه، واحد منهم تم استبعاده علشان كان بيدرب قبل كده في الكيان اللي ما يتسماش بالذات في نادي مكابي تل ابيب، وهو البرتغالي باولو دي سوزا. اما الاثنين التانيين فهم دومينيك تورانت وولتر ماتريزي. لكن زي ما انا بقول لك ان المدرب الافضل حاليا في الفتره الحاليه لنادي الزمالك هو حسام حسن. واحب اضيف لمعلوماتك حاجه صغيره كده، ان ممدوح عباس هو اللي بيكيش وبيدفع حاليا، مش اي خزنه من نادي الزمالك ولا اي رصيد من جوه نادي الزمالك، هو ممدوح عباس اللي بيخلص كل حاجه. وعايز اقول لك ان الفلوس اللي هو الشرط الجزائي بتاعت اسوريو اللي هيدفعها برضه هو ممدوح عباس، عشان كده مشوا الراجل بقلب. حاجه اخيره انا حابب اقولها لك النهارده، ان في مشكله مع الاهلي حاليا بسبب الملعب اللي هيتلعب عليه الماتش الاولاني من دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا ما بين الاهلي وميداما بطل غانا. الملعب الاساسي اللي احنا عارفينه للاهلي هو استاد القاهره، واللي دلوقتي اصبح مقفول بسبب ان هم تقريبا هيزرعوا البذره بتاعت الشتاء، علشان كده الملعب اتقفل للصيانه. فالاهلي دلوقتي في حيره من امره ان هو يلعب في استاد السلام اللي هو الملعب الضيق اللي احنا ما بنحبوش، ولا نروح نلعب في برج العرب. لسه لحد دلوقتي ما تمش حسم الملعب اللي الاهلي هيلعب فيه الماتش الاولاني من بطوله دوري ابطال افريقيا من دور المجموعات. حاجه اخيره حصلت النهارده للاسف، وهي تعرض العمري فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي لوعكه صحيه النهارده، وجاله نزيف في المخ وكمان راح في غيبوبه. فانا حابب اقول الف سلامه للعمري فاروق ويعدي منها على خير ان شاء الله. وفي العموم لو انت من الابطال اللي وصلوا معانا لحد نهايه الفيديو، ما تنساش تدوس زرار السبسكرايب موجود اسفل الفيديو وتفعل زر الجرس عشان تتابعنا في كل جديد جاي. واخبطنا يا سيدي واحده لايك كده، لايك مش هيخسرك حاجه يعني عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. ولو انا يا الساده نكون قد انتهينا من حلقه اليوم، اشوفكم على خير المره اللي جايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.